السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة مطبخ نسيمة. ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو تاع نهار اليوم باذن الله راح يكون فيه وصفة حلوة. الله يحلي ايامي وايامكم يا رب. وصفتنا لنهار اليوم راح تكون عسل صنع منزلي بطريقة سهلة مبسطة جدا وبمقادير مضبوطة. اهم نقطة البنات انه بدون مواد حافظة. يجي هايل وخير من تعب الراء بألف مرة، وناجح من أول تجربة بإذن الله. الوصفة تاع نهار اليوم راح تحتاجوها في عدة وصفات راح نشوفهم إن شاء الله في القريب العاجل، وراح تكون بمقادير مضبوطة موجودة في كل بيت. وهاد العسيلة البنات تخدموها وتخبوها راح تقعد لكم صراحة مدة سنة كاملة، ما تفسد ما تخسر. بسم الله. نحتاج هنا 1 كيلو سكر، نحتاج ايضا 2 كيسان ونص تاع الماء يكون سخون، قطعة تاع الشاب بحجم حبة حمص، 2 شرائح تاع الليمون، وعلى بركة الله راح نبدأ ان شاء الله. نصيحة مهمة البنات، كي تجوا طيبوا العسيلة تاعكم اديو كسرونة تكون ثقيلة. عندي نفس الكاس اللي تعودتوا عليا نخدم به اللي يرفد 240 مليلتر، وراح نقص البنات من هذاك الكيلو تاع السكر 1 كاس سكر. اوكي، شويه تركيز باش تفهموا الطريقه. عندنا 1 كيلو سكر، نقصنا منه كاس تاع السكر. اوكي، ندوه البنات هنا فوق النار، ما نمسوش كامل. بمجرد ما تبدا الاطراف تذوب كما راكم تشوفوا في الفيديو، راح نبداو نهززو في الكاسرونه غير بالعقل بهذا الشكل. والسر هنا كي تكون الكاسرونه تاعكم ثقيله، هاد السكر ماهوش راح يتحرق، بالعكس راح يتكرمل وراح يجيكم شباب اللون نتاعو. لازم هنا ما تمسوش كامل بالمغرف، لانكم صراحه اذا كان خلطتوا فيه البنات راح يتحجر معكم وراح يعمل لكم كتل. وباختصار راح يطول باش يذوب، في نفس الوقت راح يتحرق معكم وراح يجيكم الطعم نتاعو مر. نأكد ونعاود البنات، قعدوا هززوا غير في الكسرونه تاعكم، راح تلحق هذيك السخانه للوسط وراح يذوب معكم غير بالعقل، هكذا باش تضمنوا باللي ماهوش راح يتحرق. كي تلحقوا لهذه المرحله ترفدوا هنا مغرف تاع الحطب تاع الخشب البنات، وتبداو تديروا هكذا فتوحات كي شغل تخلوه يتنفس باش يزيد يعاود يذوب هذاك السكر اللي راهو من فوق. نقعد هكذايا نخلط فيه غير بالعقل وندير هكذا فتوحات صغيره باش يذوب لي السكر كامل وما يعاودش يتحجر لي مره اخرى. نكمل هكذايا البنات نار متوسطة ونخلط غير بالعقل، راح تلاحظوا بلي راح يذوب لكم في وقت قصير وراح يولي بهذا الشكل. ما تخلوش يتحمر بزياده باش ما تجيكمش لا كولور تاعو كحله. هنا بعد ما داب لي كامل السكر، جبت 2 كيسان ونص تاع الماء يكون سخون. والسر هنا في اضافه الماء الساخن، هو اللي راح يخلي لكم السكر تاعكم ما يتحجر لكمش بزياده، فهمتوني؟ راح يعمل لكم طبقه قشريه من تحت فقط، مجرد ثواني معدوده راح تلاحظوا بلي كلش راح يذوب. بعد ما داب لي كلش راح ندير هنا كميه السكر المتبقيه دفعه واحده بهذا الشكل. في نفس الوقت راح ندير هنا القطعة تاع الشبع والشرائح تاع الليمون. نخلط هكذا مجرد خلطة خفيفة غير باش يتخلطوا لي المكونات، ونقوي النار البنات ونخلي هذا الخليط نتاعي حتى يطيب لي تماما. وراح تشوفوا معايا الطريقة كيفاش تعرفوا العسيلة تاعكم باللي راهي واجدة. هاد الوصفة تاع العسيلة ناجحة والحمد لله يا ربي، كاين بنات بزاف جربوها ونجحت معاهم من اول تجربة. وكما راكم تشوفوا راهو بدا يغلي في هذه المرحله، راح تلاحظوا بلي القوام تاعو البنات راهو خفيف كي شغل الماء. بمجرد البنات حوالي 6 دقائق 7 دقائق راح يبدا يتقال معاكم، وراح نعملوا تيست مع بعض بعد ما يفوتوا 8 دقائق. ندي هكذا حاجه قليله نديرها في الصحن نخليها تبرد، بعدها نمسها بهذه الاصابع وبهذه الطريقه. راح تلاحظوا بلي القوام تاعها راهو خفيف، راني حباتو البنات يكون ثقيل في نفس الوقت يتشكل لي خيط. مرة أخرى خليت الخليط نتاعي يطيب وزيد عاود تديت هكذا كمية قليلة، خليتها تبرد وراح نزيد نعمل نفس التيست. نحاول هكذايا نضغط عليها إلا راكم تلاحظوا راهو بدا يتشكل، معناتها راهي بدات تطيب لي وتوجد. نفس الشيء البنات خليتها تطيب، ومرة واحدة أخرى زيد عاود تديت هكذا كمية قليلة. ديرتها في صحن خليتها بردت وعملت هذه الحركة، وراح تلاحظوا معايا باللي راهو تشكل الخيط، بالمعنى راهي واجدة. في هذه المرحلة البنات راح نطفي النار، وراح تلاحظوا باللي القوام تاعها راهو شوية خفيف. بمجرد ما تبرد راح تولي ثقيلة. نخلوها تبرد وهذا هو القوام تاعها بعد ما بردت. شوفوا الله يبارك، اللون والقوام تاعها روعة بمعنى الكلمة. صدقا البنات هذه الوصفة ناجحة مليون في المرة، جربوها متأكدة باللي راكم راح تستغنوا كامل على العسيلة تاع برا. بعد ما تبرد وتتأكدوا تماما باللي راهي بردت، تدهنا علبة زجاجية تكون معقمة.
في نفس الوقت تكون ناشفة مليح وما فيها حتى قطرة تاع الماء. ديروا العسيلة تاعكم لداخل وغلقوها، راح تقعد لكم مدة سنة كاملة، ما تفسد ما تخسر. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. وهذا هو الشكل تاع العسيلة تاعنا في شكلها النهائي. كيما راكم تشوفوا اللون والقوام تاعها جاو هايلين، ما عندي ما نقولكم. وكيف ما شفتوا معايا في الفيديو سهلة مهلة وتوجد بالخف. هنا راني كملت معكم الفيديو، ان شاء الله كنت خفيفة ظريفة عليكم وجام الفيديو، والى الملتقى ان شاء الله في فيديو اخر، والسلام عليكم، الى اللقاء.